أيوه أنا اللي عملت غدا مرتين في يوم واحد، عشان خاطر أبو العيال مش عاجبه الغدا اللي أنا عاملاه يا جماعة. كمّل الفيديو معايا للآخر واعملوا متابعة للقناة ودوس لايك، ربنا يكبر بخاطرك وينوّر لك كل اللي في بالك، يالّا هتعمل متابعة للقناة. النهارده يا جماعة خلاص إحنا اتفقنا وقررنا هنعمل إيه، رز وبيض وبطاطس وسلطة وكده. فجأة هو جه للأكل ده قال لك أنا مش هاكل الأكل ده، أنا مش هاكله. ليه يا ابن الناس الله يهديك؟ لا أنا ما باكلش أنا رز وبيض، فجأة ما بياكلهمش. طبعًا هنعمل إيه بقى، هنزعّله؟ أبو العيال الغبي، لأ طبعًا مش هنزعّله. قمنا بقى في السريع كده كان عندنا رغيفين في الفريزر متجمدين باقيين من الحواوشي بتاع المرة اللي فاتت، وكان عندنا برضه حتة لحمة جاهزة كده حواوشي جاهز. قمت جايبة اضرب ده في ده، طالعين رغيفين حواوشي والله العظيم ولا اللي قاعد عند وطنية، سيبِك أنتِ. شايفين؟ وطبعًا معمولين بالإيه، ده معمولين بالليّة يا جماعة، والله معمولين بالليّة. حاطة له حتة ليّة فيهم ضاني كده، شوفي تاكلي الساندوتش من هنا يضرب في نافوخِك، يضرب في نافوخك كده، ما لناش بركة إلا أبو العيال. اعملوا متابعات يا جماعة وتتفرجوا على طبعًا الحوار ده أنا عاملاه للحواوشي بس عشان خاطر هو الليّة فبتحرق في البتاع، طبعًا مهما تغسلي فيه ما بيعملش، طبعًا أنا عاملاه للحواوشي بس، يعني أنا عاملاه للحاجات دي بس. طبعًا عاملة طبق سلطة، شوية شطة بقى حلوين كده متخللين، وعلى فكرة هُم مشويين من برّه مش جايين مش أنا اللي مخللاها، لأ هي مشوية من برّه. وعملت له بقى طبق طحينة حلو، طبعًا النُص اللي هو الرغيف ده هو كان نُص رغيف، يعني كانوا رغيفين ونُص، بس النُص ده وأنا باشيله عشان خاطر أفُكّه من التلج كده قام جاي مكسور منه حتة، فبقى إيه طالع نازل كده، إنما هو مش نازل كده لوحده، لأ والله هو كان نُص رغيف. شايفين يُم يُم على الجمال، ألف هنا وشفا على قلب اللي ياكل. والله العظيم طعم وريحة ولون وشوفوا كل حاجة، كل حاجة فعلًا حرفيًا. شوفي، طبعًا خلاص مزاجه بقى كويس لمّا عرف إن أنا غيّرت الأكل عشان خاطره، مزاجه بقى كويس بقى وقعد ياكل وهو مبسوط. يالّا تعالوا اتغدوا معانا.